لا تغفل عن الدعاء، لا تغفل عن الذكر. كل هذه بفضل الله أعمال تؤثر على القلب. فإذا تأثر القلب وشفي بفضل الله ثم بفضل هذا الدواء الذي وصفته الآن، يصبح القلب قلبا حيا، قلبا سليما على درجات وتفاوت. لأن ابن القيم يقول إن الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. استوعبت العبارة دي؟ إن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. القلب، الأصل هو القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يثبتني وإياكم على الطاعة، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم. يعني بشرت يوم خطبة العيد في الاستاد، أخبرني إخوانكم بأن رجلا بعدما انتهينا من صلاة العيد توفاه الله في قلب الاستاد. يا سلام، يا سلام على حسن الخاتمة. سبحان الله، حتى ما عرفولوش هوية، يعني ما عرفوش هوية، ما معاش بطاقة، مش عارفين ده مين. قلت والله إن جهله الخلق فالله يعرفه. راجل يصوم رمضان ويقيم 30 ليلة ويصلي العيد ويموت. يا سلام، اسمع العبارة دي منه ما تنساهاش، ما تنساش اللي حوله ده. كنت عاوز أخليها موضوع عنوان الخطبة، يعني نسأل الله: الخواتيم ميراث السوابق. الخواتيم ميراث السوابق. واضحة؟ ما توصلش للخاتمة دي إلا بسوابق، سابق عمل، بشغل مع الله وطاعة. أخ من طلابنا بيحكي لي موتة أبيه، وأنا قلتها لكم، بيقسم لي بيقول لي: والله يا شيخ كان أبوه في غاية الصحة والعافية. يقول يعني الطالب يقول: أنا ما افتكرش إن أبويا راح للدكتور، ما افتكرش. وفجأة وإحنا قاعدين بناكل، بعد الأكل حس بشوية وجع في بطني، وقام عاد بيرجع، أعزكم الله، عاوز يقين. دخل الحمام، وقف على الحوض، تعب من الوقف. عارفين مسألة القيء مسألة صعبة جدا، مش شيء بسيط، لكن الإنسان يستشعر الضعف، فما قدرش يقف لما طالت الوقفة ولا زال نفسه يتقيأ، فبرك على ركبتيه وحط وجهه في الحمام الأفرنج المعروف، برك على ركبتيه كده، وكل ما يحب يقيء يقوم يحط وجهه في الحمام ويقيء. يقول: وصرخ صرخة خرجت فيها روحه ووجهه في المرحاض. يا الله. قلت له: يا ابني أبوك كان بيعمل إيه؟ قال لي: والله يا شيخ ما ركع لله ركعة، كانش يصلي أبدا. قلت له: ماشي، أنا متفق معاك، بس في حاجة تاني، ما بقللش من قدر الصلاة، لا ده كارثة، يا كافر يا فاسق. تارك الصلاة ده يا كافر عند بعض أهل العلم، يا فاسق عند بعض أهل العلم، يعني هو محل خلاف بين الكفر والفسق. إنما ده اللي بينكر الصلاة وجاحد ده كافر، ما فيش خلاف، إجماع. إنما بتكلم عن اللي بيصلي أو اللي تارك للصلاة لكنه مقر، ده يا كافر يا فاسق. إنما المنكر ده كافر بإجماع. قلت له: لا في حاجة تاني. قال لي: أيوه يا شيخ. قلت له: والله تقول لي. قال لي: والله أنا أعرف إن أبويا كان بيطلع 1000 ب1500 مرابي. قلت له: هي دي، كل بقى قذارة، كل نجاسة، كنت بتاكل نجاسة طول عمري،
تاكل ربا، تاكل حرام، تاكل أموال يتامى ومستسهل المسألة. كل بقى نجاسة. هي دي الخواتيم يا اخوان. الخواتيم ميراث السوابق. الراجل يموت في الاستاد، مش والله ما هي كده، مش جاء كده. الراجل على فراش الموت يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، مش كده. دي ميراث لسوابق. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. شوف سيدنا النبي قال كما في صحيح مسلم حديث جابر: يبعث كل عبد على ما مات عليه. والإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فأسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. ففي أسئلة من الإنترنت تجاوب عليها ولا كفاية كده؟ الله. سؤال جاي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. هل ينطبق ذلك على من كان ينفق على أولاده من الحرام أو على من كان يأكل من الحرام؟ لا، هذا ينطبق على من كان يأكل من الحرام. أما إن كان الأولاد في سن لا يستطيعون أن ينفقوا فيه على أنفسهم فالإثم كل الإثم على رأس والدهم أو على من ينفق عليهم من الحرام. وللولد في هذه الحالة أن يأكل بالمعروف أو على قدر ما يقيم حياته إن كان يعلم، ولا إثم عليه. إنما إن كان يستطيع أن يستقل بحياته أو بنفقته، إن كان على يقين مطلق بأن النفقة التي تنفق عليه من الحرام الكامل وليست من المال المختلط، فيلزمه حينئذ أن يتولى الإنفاق على نفسه من الحلال وأن يدع الحرام. والإثم على من أكل الحرام أو على من أطعم أولاده وبنيه الحرام. فإن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وللتوبة شروط: الأول الندم، والشرط الثاني أن يترك هذه المعاصي وأن يعمل صالحا. هذا مال مختلط. نعم. أحد النصارى يريد الدخول في الإسلام، فما الخطوات التي نتخذها معه؟ أول خطوة أن يغتسل. الخطوة الأولى العملية بقى أن يغتسل، والخطوة الثانية أن ينطق بالشهادتين، والخطوة الثالثة أن تعلموه الصلاة وأن يحافظ عليه، وأسأل الله أن يثبته. يبقى أكبر الخط شوية يا حسام، لأني ما عدتش بشوف الخط الصغير ده. ماذا أفعل وأنا أريد لقلبي أن يخشع وأطلب هذا ولكن لا أجد، رغم أنني أحاول جاهدا لأصل لهذا ولا أعلم هل هذا من النفس الأمارة بالسوء؟ أعتقد أن المحاضرة بالكامل كانت في هذا. ما حكم العمل في مطعم في إحدى الدول الأوروبية يبيع الخمر ولحم الخنزير مع أنني لم أشارك فيها؟ هذا السؤال جاي من إيطاليا. السؤال الأول كان من تونس. حكم العمل عن صور الأنف في النعمة، يعني سبحان لو عرف من اخترع الإنترنت هذا والله ما اخترعوه. يعني الآن في إخوة لكم يتابعون الدرس بفضل الله في إيطاليا، في تونس، في المغرب، في السعودية. هذا من فضل الله، نسأل الله أن يتقبل يا رب. الأخ بيقول: ما حكم العمل في مطعم في إحدى الدول الأوروبية يبيع الخمر ولحم الخنزير مع أنني لم أشارك فيها ولكن قد يطلب مني تزيين أحد أطباق لحم الخنزير بالطماطم وفقط؟ هذا حرام، لا يجوز لك أن تعمل فيه قولا واحدا. والله تبارك وتعالى قل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأسأل الله أن يرزقك من حيث لا تحتسب، وخذ القرار الآن بقوة واترك هذا العمل، لأن الدخل كله حرام.